حلو جميل، جو شاعري شتاء لطيف. بغداد حلوة. العراق صار امان. قبل كان ما حد يزور العراق، بس اليوم نشوف هواي جنسيات تجينا، شنو السبب؟ خلينا نسأل الناس بهذا الموضوع، يلا. التطور قبل المطره ولا بعد المطره؟ انت عندك مشكلة المرة. السبب هو عند العراق هو بلد حضارات اصلا، هو من زمان يعني يبي اكثر من حضاره وبي اكثر من معالم تاريخيه، بحيث انه يجون هواي ناس من مختلف البلدان اليه. وقال لك صاحبي العراق بيتطور. انا ما اريد صاحب، انا اريد انت. لا يعني احنا هواي تطورنا من ناحيه الموضات، صارت عندنا وكالات عالميه، يعني مثلا سمول العراقي راح يفتتح بها وكالات، ابسط مثال ابل، اديداس، نايك. لا هو اكو تطور من ناحيه البناء والاعمار. القوقعه مال السوشيال ميديا قامت تكبر شوي شوي لحد ما انتشر العراق وانتشر المعالم مالته والسياحه والموجوده به. صار بي العاب وصار بي بناء وكل شيء صار بي. تحتبين الالعاب بس. اي تراثنا موجود، يعني شارع الرشيد صار يخبل وصار بترانزيت كلش حلو، صار هم بي وكالات عالميه وقديمه، فحلو تشوف جنسيات. يعني ذاك اليوم كنا بالليل شفنا مصريين، شفنا صينيين، حكينا وياهم. السبب الأمان والاستقرار بالبلد، وبغداد تتطور أكثر عن أكثر. يعني أكيد أكو أمور المناطق السياحية، الأماكن الدينية إلى آخره. عدا هذا أنه العراق راح يبدي يصير بيئة تجذب المستثمرين، فهذا يعتبر إنجاز. انت من تروح سياحه لغير بلد شنو السبب؟ مطاعم، الاشياء المعروفين بها احنا، الاماكن الاثريه مالتنا، سلاسل المطاعم اللي عندنا واشياء ترتيبيه. يعني الامن اكيد، الامن الامان، يعني خلينا نقول تطور نوعا ما اللي صار يعني بالعراق، الحمد لله والشكر. الامانه هاي الشيء طبيعي، العالم يدور على الامان، ولا كطبيعه وكاجواء وكبلد هواي مكانات سياحه، هواي كوم. قبل كان مثلا نقدر نقول المكان اكو امان، المكان اكو شيء، بس هسه لا، الاوضاع اختلفت، صار اكثر امان، من يجي السايح يكون مرتاح، بيعرف حتى الكرم مال العراقيين شلون هو، بحيث انه من يجي حرفيا يكون حيل مرتاح. يعني التحسن الامني الواضح، الحركه مال الاعمار اللي موجوده بالبلد، خلت هاي الامور كلها ان الناس تجي، يعني التحسن واضح وموجود على المستوى الاقتصادي، على مستوى الامني، على مستوى هواي امور. خصوصا بعد ما سووا شارع المتنبي صار كلش حلو زين، والتطور اللي صار به يعني هو على الحداثه بس لا اكثر ولا اقل. والله هي كاقتصاد حلو، مو نفس باقي الدول. انا رحت لبنان يعني 3000 ونص ب8 ايام، انا ب 3000 ونص شو اسوي بيها؟ يعني كل شيء تشتري. احنا اصلا كان علينا طلب، بس من وراء عدم الامان موجود قبل وحالتنا قبل، بس هسه بالاختلفت الاوضاع قامت لا هم يجون عندنا من خارج العراق.